الحلو بتاعنا النهارده هتعمليه كل يوم من كتر ما هو سهل وبسيط جدًا ومكوناته اقتصادية، ومش هياخد من إيدِك 5 دقايق في المطبخ وهيكون جاهز. بُصّوا الجمال والطعامة، شايفين قد إيه كريمي ولذيذ. اعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة كده معايا جِبت 2 باكت بسكوت سادة، أي نوع متوفر عندِك، يعني دول حوالي 20 بسكوتة كده، وهابتدي أكسّرهم زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، تكسير عشوائي مش عايزاه صغير، كسّروه كبير عادي جدًا. وزي ما أنتم شايفين كده هنكسّره ونسيبه كده في الصينية بتاعتنا، ونضيف عليه ربع كوباية من الشوكولاتة شيبس، ربع كوباية من الزبيب، وهابتدي أسقّيه كده بمعلقتين 3 من اللبن، يكون ساقع طبعًا مش سخن، تمام كده. وابتدي بقى أعمل الكريمة بتاعتي. معايا 3 كوبايات من الحليب، هاضيف عليهم نُص كوباية من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة، بس مش عليه أي إضافات. هاضيف 5 معالق من السكر، والسكر مضبوط جدًا، لو أنتم بتحبوا التحلية أكتر من كده زوّدوا السكر، تمام. بعد كده هاضيف عليه معلقتين كبار من بودرة الكاسترد، هتدّي له طعم حلو جدًا مع السميد، وبجد نقلتها في حتة تانية خالص. هابتدي أقلّب على البارد بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده أرفعه على النار لحد ما يتقل معايا القوام. وطبعًا مهلبية السميد بتبقى النار هادية عليها جدًا عشان السميد يستوي معاكِ، تمام. أول ما ألاقيه تقل معايا كده بالشكل ده، باضيف معلقة من الزبدة، وآخر حاجة هاضيفها شوية من الفانيليا، وخلاص كده هاطفّي عليه. وبُصّوا الخليط بقى معايا جاهز تقيل كده زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. هانزل بيه على البسكوت بتاعي، وابتدي بقى إيه أسويه بمعلقة أو spatula كده، واضبّطه في الصينية بتاعتي وبس كده. بادخّله التلاجة قد إيه، ساعة، يعني مش أكتر من ساعة، هو بيتماسك بسرعة. بعد كده أمّا جيت أقدّمه حطيت له شوية جوز هند محمّص كده، حمّصته في الطاسة، وشوية سوداني أو مكسّرات براحتك خالص، حابة تحطّي جوز هند أبيض زي ما أنتِ حابة، وشوية من الشوكولات كريسبي شوكولاتة كده وبس كده. قطّعتها وقدّمتها. بُصّوا الجمال، بجد لذيذة جدًا، جدًا، طعمها حلو، وكمان الكريمة خطيرة، والطبقة بتاعة البسكوت اللي حطيناها مع الزبيب والشوكولاتة عطيها طعم حلو أوي. تقدروا تحطّوا كمان مكسّرات مع البسكوت هيبقى حلو. بألف هنا وشفا وبس كده.